تخيل أن التغيب عن صلاة الجمعة قد يكلفك ثمنا باهظا في إحدى الولايات الماليزية. لكن قبل أن نبدأ بسرد القصة، لا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت ولاية ترينغانو الماليزية عن قانون جديد يلزم الرجال المسلمين بأداء صلاة الجمعة، ويعاقب من يتغيب عنها دون عذر شرعي بالسجن لمدة تصل إلى 2 عام، أو بغرامة مالية قد تبلغ 3000 رينجت ماليزي، أو بالعقوبتين معا. هذا القانون يعد تشديدا واضحا، حيث كانت العقوبة سابقا تطبق فقط على من يتغيب عن 3 صلوات جمعة متتالية. أما الآن فحتى التغيب عن صلاة واحدة قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية. السلطات المحلية أكدت أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز الالتزام الديني، وأن العقوبات لن تطبق إلا بعد حملات توعوية وتحذيرية. ومع ذلك أثار القرار جدلا واسعا داخل ماليزيا، بين من يرى فيه خطوة نحو تعزيز القيم الإسلامية، ومن يعتبره انتهاكا للحرية الشخصية. وأنت، هل تعتقد أن فرض عقوبات على المتغيبين عن صلاة الجمعة هو الحل لتعزيز الالتزام الديني؟ شاركنا رأيك في التعليقات.